الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال جعفر الصادق: لو نزلت صاعقة من السماء ما أصابت مستغفر. وقال لقمان لابنه: يا بني أكثر من الاستغفار فإن لله نفحات لا ينالها إلا المستغفر. قال ابن تيمية: والله إنها تصعب علي المسألة فأستغفر الله أكثر 1000 مرة أو أكثر وكل فيفتحها الله علي. وقال: والله لا يمنعني من حاجتي، يعني الحاجة العلمية أو العملية في الجهاد، في النصرة، في شرح العلم، في دحض الباطل. قال: لا يمنعني من حاجتي الاستغفار، من حاجتي لا يمنعني عن الاستغفار حاجتي ولو كنت في السوق، يعني يشتري أو واقف أو مشغول وهو يستغفر. ولذلك شيمة المؤمن ومذهبه أن يستغفر دائما وأبدا، وأبشروا بما يسركم. ومن فوائده أنه يمتعكم، وهو متاع حسن، وهو راحة للجسم وانشراح للصدر، ويمتعكم متاعا حسنا في هود. ومنها أبشركم أنه قوة في الجسم، وجرب كثير من الفضلاء كثرة الاستغفار وأدمنوا عليها فأبدلهم الله قوة في أجسام ويزدكم قوة إلى قوتكم. ومنها أنه طريق لنزول الغيث والرحمة، ويرسل السماء عليكم مدرارا. وللأبناء والذرية لمن كان عقيما، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم أنهار وجنات ويجعل لكم أنهارا، وأنه الفرج والمخرج. فعند أبي داود قوله صلى الله عليه وسلم: من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. بالاستغفار يحل الإشكال وتحمل الأثقال ويشرح البال ويرضى ذو الجلال سبحانه وتعالى بالاستغفار. قال علي، وقد ذكر هذا صاحب الإحياء ينقل عن غيره: عجبت لكم عندكم الداء والدواء، ضعوا دواءكم على دائكم. قالوا: ما هو؟ قال: داؤكم الذنوب ودواءكم الاستغفار. وقد ذكر الحافظ ابن كثير والحافظ ابن حجر أن الحسن البصري جاءه رجل قال: جدبت ديارنا، قال: عليك بالاستغفار. فجاءه رجل قال: أنا عقيم لم يولد بي